عليكم. طبعا بما أن قناة الجزيرة تتابع سنابات وسيم يوسف، إليكم هذا السناب. وطبعا كما عودتكم السناب استهدف العقلاء فقط. سأضرب لك مثال. تصور أنت جارك عدوك كمثال، واكتشفت أن خادمة عندك تقوم بنقل كل أسرار البيت، وهي السلاح داخل المنزل الذي تملكه أنت ضدك مع جارك. تصور. سؤال لكم: من أولى بالتأديب، الجار أم الخادمة؟ العاقل سيقول طبعا الخادمة، فهي مطلعة على الأسرار وتدخل وتأتي المنزل، فالأولى تأديبها. هذه نفس السياسة المتبعة الآن. إيران عدو ظاهر، كلنا نعرف أن إيران عدو ظاهر للأمة وللخليج العربي، لكن أن يأتي من بني جلدتنا مثلا كقطر تتآمر وتتحالف ضد إخوانهم العرب وتفرقة العرب وتمزيق العرب ونشر الفوضى في العرب، وتتحالف مع الصفويين في إعلامها قناة الجزيرة ضد إخواننا في البحرين. إذا من أولى بالتأديب، من بني جلدتنا أم إيران كمثال؟ المسألة الثانية: من الحماقة أن تسلك طريقا ثم تقع في الخطأ أو ترى عوار الطريق ثم ترجع إليه مرة أخرى كمثال. هذا ما قامت به سياسة قطر. ذهبت بداية لمصر، نشرت الفتنة، دمرت مصر، حرضت على ولاة أمره، سعت لتفرقة الشارع المصري، سعت أيضا لتحريض الشارع المصري ضد أبناء وطنه. ثم النتيجة بقيت مصر لله الحمد متماسكة، والخاسر الأكبر كانت قطر وشعب قطر. أدى لكراهية الشعب المصري لشعب قطر بسبب السياسة. وتوجهت أيضا قطر بإعلامها إلى ليبيا، نفس سيناريو مصر. ثم النتيجة بقيت ليبيا متماسكة لله الحمد، وكراهية الشعب الليبي ودولة ليبيا لقطر وشعب قطر بسبب سياسة قطر، يعني لم تتعلم قطر. ثم أيضا نفس السيناريو، مشت قطر بنفس الطريق أيضا مع تونس، والنتيجة أيضا كراهية الشعب التونسي لشعب قطر وسياسة قطر. إذا بعد هذه الطرق التي عادت بالوبال والخسارة على قطر وشعب قطر، هل تظن قطر أنها ستنجح في هذا المسار مع الخليج مثلا؟ أدت نتيجة سياسة قطر بالتحريض على دول الخليج. انظر الآن للشعب القطري ماذا جرى به. أولا خسر جميع المصالح في الدول، فأغلب المزارع، أغلب الإبل، موجود للشعب القطري موجودة في المملكة العربية السعودية، ناهيك عن المصالح والتجارة كلها ذهبت لأن الشعب القطري لا يستطيع التواصل مع مصالحه بسبب أيضا سياسة قطر مع دول الخليج. يعني إلى الآن لم تتغير سياسة قطر وما زالت تعاند. أنا الآن سأتساءل سؤالا، وهذا السؤال طبعا أكيد للعقلاء، وهو: أليست هذه السياسة تعود بكراهية الشعوب للشعب القطري المسكين بسبب سياسة قطر التي تمشي على نهجها منذ سنوات؟ سؤال للشعب القطري: كما أنكم لا ترضون على أميركم أحد من العرب أن ينتقص الأمير، كذلك الشعوب ما ترضى على ولاة أمورها ترى. وكما أنكم يا شعب قطر لا تحبون من يدعو للتفرقة فيما بينكم، أيضا كذلك الشعوب لا تحب من يفرق صفها. فكما أنكم الآن تقولون نحن يد واحدة ونحن مع ولاة الأمر ونحن مع الوطن، كذلك كانت الشعوب من قبل تتكلم وكنتم ضدهم. لهذا السياسة التي تنتهجها قطر، الخاسر الأكبر والأعظم هو الشعب القطري تجاه شعوب العالم. للأسف هذا الواقع، واسألوا. وعلى كل حال ما أطول عليكم، كل عام وانتم بخير. وصلوا هذا السناب لقناة الجزيرة لأنها تنشر سناباتها اليومين، وكل عام وانتم بخير. شكرا لكم.